صدى المغرب الان باحد المقاهي بمدينه سيدي بنور. غتصادف الاستاذ بن شامه هو لاعب سابق بفريق فتح سيدي بنور وكذلك كاتب عام سابق بهذا الفريق. شنو هي التوقعات ديالك حول هذه المقابله ديال المنتخب الوطني اليوم؟ المقابله مقابله صعبه جدا، وما نخشاه هو ان نسقط في فخ الاقصاء، نلعب على التعادل، وهذه المساله اللي لعبنا على التعادل غتكون مقابله صعبه جدا. الفريق الوطني عليه ان يهاجم من الدقائق الاولى، لاننا كنتذكروا المقابله ديال الكونغو كيفاش دازت، ان المنتخب كان مسيطر، وفي اخر لحظه ما جات كره طائشه عطات الهدف، واللي هو دابا غنبقاو نجروا العواقب ديالو اللي يقدر يتسبب لنا في الاقصاء، لان المقابله مع الكوت ديفوار صعبه، خصوصا وان منتخب الكوت ديفوار يتواجد معنا في مجموعه الاقصائيات كاس العالم. اذا ما غيكونش منتخب سهل، لان هذه مقابله مصيريه غيحاول كل منتخب غيحاول يفرض نفسه، وحنا كمغاربه بطبيعه الحال نشجع المنتخب الوطني، ونحن متفائلون، لان اي مغربي متفائل، حتى مغربي ما متشائم، وكل مغربي كينتظر ان المنتخب يتاهل، ونتمنوا ان شاء الله الفرحه تاع من البلاد، وخرجوا عاوتاني الجماهير في المدن الكبرى بالكلاكسونات وبالسيارات ديالهم. كنتسناو هذه اللحظه ان شااء الله. كنتسناو بصفتك كلاعب سابق باحد الانديه الوطنيه من كما نقولوا من الجيل الذهبي، وكنشوفوا الغياب ديال اللاعب المغربي الوطني داخل المنتخب الوطني. على كل حال هي بطوله اصبحت بطوله الوطنيه، اصبحت تسمى البطوله الاحترافيه، وقد صرف لها ملايير، ما جدوى صرف هذه الملايير اللي ما كتعطيش حتى لاعب المنتخب الوطني. اذا هنا البطوله ديالنا ماشي في المستوى، ولماذا تصرف هذه الملايير؟ يمكننا نشاركوا بمنتخب ديال الجيل ديال المغاربه المقيمين بالخارج، لان البطوله ديالنا ما عاطينا حتى شي لاعب، وهذه المساله من شانها انها ما كتحفزش اللاعبين باش يبذلوا مجهود كبير، لان المنتخب كانت هذه البطولات عباره عن سوق، ان كتجي لهم فرق كبرى من مختلف من اوروبا باش تاخذ منه لاعبين. دابا كاين افارقه، احنا البطوله ديالنا ما غادي تسوق حتى شي واحد، ما عندنا حتى شي لاعب من البطوله ديالنا اللي غتكون الاعين تتبعوه مرصداه. هذا هو اللي خصنا الاولى قدام من نطعموا المنتخب الوطني بعناصر وطنيه باش نعطيو لبطولتنا باش نعطيو هذاك تولي عندها هذيك الاهتمام، تولي اللاعب يلعب وعنده علاش كيلعب باش يمشي للمنتخب، كيبذل مجهود كبير. انا اللاعبين دابا صبحوا ما كيبذلوش مجهود، صبحوا تيلعبوا عارفين راسهم انهم ما غيتناداوش المنتخب، لان المنتخب هو واجهه للمنافسه باش اللاعب كيبغي يعبر على ذاته ويتميز على اللاعبين الاخرين. ملي ما كتعيطش على اللاعب المنتخب، اذا اللاعبين ما كيبذلوش شي مجهود باش يتميزوا على بعضياتهم، لان دابا صبحوا محترفين، الراتب ديالهم مضمون، منحه التوقيع مضمونه، اذا بلا ما يبذل شي مجهود كيلعب وصايب بطولات نشيطيه، كينشط البطوله وصافي. هذا هو الوجوه الاعلاميه الجديده بمدينه سيدي بنور. اخ زكريا، شنو هو الراي ديالك في الفريق الوطني وفي النتيجه اللي غيحقق اليوم ان شاء الله؟ السلام عليكم ورحمه الله، شكرا على استضافه جريده صدى المغرب بسيدي بنور، وكتفرحونا الناس ديال سيدي بنور اللي كنشوفوا واحد القفزه اعلاميه كاينه في المدينه. الحمد لله الوجوه كالصديق الاخ زهير نوري، مسيره موفقه ان شاء الله في هذا المجال. بالنسبه للمنتخب الوطني كنشوفوا ان المنتخب دار مجهود في المباراه ضد الطوغو، وكنتمناو ان شاء الله يتزاد يضاعف ذاك المجهود، ويكون المنتخب حاضر لا تكتيكيا ولا تقنيا، ويلعبوا الدراري 90 دقيقه، وان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه، وكنتوقع الفوز المنتخب المغربي بجوج زيرو. شنو هو الراي ديالك في الفريق الوطني، وشنو النتيجه اللي يمكن يحصل الفريق الوطني اليوم؟ اولا السلام عليكم. الفريق الوطني صراحه ظهر بمستوى جيد طيله هذه البطوله. كيف ما شفتوا ان المقابله الاولى هي نسميوها مقابله حظ، لان المغرب كان في المستوى، ان المنتخب الوطني كان في المستوى. المقابله الثانيه ما كناش كنتوقعوا انه يظهر بنفس المستوى، ولكن بين على ان اللاعبين بينوا على العلو الكعب ديالهم، وبينوا انهم لاعبين في المستوى، رجعوا لنا الامل، خلونا اننا نزيدوا نثيقوا في الفريق ونزيدوا نشجعوه
وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. واش كتشوفوا كجمهور واش نفس التشكيله اللي غيقدر ياخذ بها المنتخب الوطني المغربي هي نفس التشكيله؟ وشنو هي النتيجه اللي يمكن صراحه ان التشكيله هي غادي تبقى نفس التشكيله، لان المنتخب الوطني كيلعب بالمنتخب الثاني ديالو في ظل غياب 4 نجوم. هو تيلعب بالتشكيله الثانيه، وهي لحد الان كتقدم واحد المستوى اللي كبير. ما غاديش يكون شي تغييرات، لان ما يمكنش انك تبدل واحد التشكيله اللي قدرات انها تفوز بالمقابله غادي تبدلها الا لما كان تعادل ولا كانت شي حاجه اخرى. ولكن كنتمناو ان المنتخب الوطني يبين قدام المنتخب الايفواري انه صراحه قادم بقوه وانه غينافس على اللقب. في الحقيقه ان العقده ديال الكوت ديفوار عقدين حاليا لم ننتصر على هذا الفريق. نتمنى ان شاء الله تكون هذه هي النهايه ونقطه انهيار بالنسبه للمنتخب الايفواري، ونقول الكلمه ديالنا ان شاء الله. صدى المغرب تواكب الحدث، دائما الحدث هو كاس افريقيا للامم الذي يشارك به المنتخب الوطني المغربي بمدينه سيدي بنور. سوف نخرج الى الشارع ونستجوب بعض الشباب اللي غيعطينا الراي ديالو حول المشاركه ديال المنتخب الوطني في هذا الحدث الافريقي رغم الهزيمه الاولى. حاول المنتخب الوطني انه ينتصر بحصه ثقيله 3-1 لا يخصه سوى التعادل اليوم. غادي ناخذ الراي ديال الشارع اللي غيعطينا الراي ديالو حول المشاركه ديال المنتخب الوطني. شنو كتظن المشاركه ديال المنتخب الوطني في هذا الحدث الافريقي هذا؟ بسم الله. احنا اليوم تنطالبوا بالمنتخب الوطني اللي يحقق شي نتيجه ايجابيه باش نفرحوا بها هذا المجتمع المغربي اللي طاوت الفرحه من 2004. حنا اليوم تنطالبوا ماشي غير التعادل كيف ما تيقول المجتمع المغربي غير نقطه تكفينا باش نتاهلوا. حنا اليوم بغينا ماشي غير نقطه، بغينا نربحوا 3 نقاط اللي تخلي المنتخب المغربي. شنو هي النتيجه اللي كتوقع؟ النتيجه اللي تنتوقع 2-0 وان شاء الله تنتمناو فيصل فجر. نتمنوا المغرب يفرحنا كما فرحتنا الراجل في كاس العالم للانديه ويعطينا شي نتائج جيده كما فرحتنا الرجاء، ونخرجوا حنا للشارع ونغوشوا حنا ونعتزوا ببلادنا. الشباب اللي كيتسموا بالبلاد ديال الكره، يعني المنتخب الوطني ما حققش واحد الانتصار من 2002 تقريبا 2004 من عاد الزكي لحد الان ما عمره مر الدور الثاني. شنو الشعور ديالكم فاش كتستافد ان المنتخب يدوز الدور الثاني؟ حنا تنتمناو يكون هذا العام ان شاء الله احسن ونشوفوا في النصف ولا في الفينال ان شاء الله هذا العام. وراه عندنا لعاب زوينين هذا العام ونتمناو نكونوا في حسن الظن ان شاء الله. يكونوا رجال نروحوا لقيت اخو كيشمل خاصنا فرقه مزيانه، خاص الدراري ديال البطوله فهمتيني اخو. كيشوفوا دراري محترفين باينين وباغيين يبينوا، راه خاص الدراري اللي باغيين يبانوا فهمتي اللي غيعطيو في منتخب. واخو خاصنا كنتمناو نتاهلوا حنا لكاس العالم ماشي نديو هاد لاكوب هادي. ايجابي اللي تفرحنا وتفرح هذا الشعب المغربي اللي غنبقاو نساندوهم ان شاء الله 90 دقيقه ان شاء الله، وكنتفائلوا بالخير ان شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله شي 3-0 وندوزوا للدور الثاني ان شاء الله. شنو هي الرساله اللي توجه للمنتخب الوطني؟ الرساله ديالي كنبغيو نروح يلعبوا بواحد الروح بواحد لاكرينطه ان شاء الله اللي غادي نشوفوهم بها، ليش حنا متحمسين لهذه النتيجه ومتحمسين لهذا الدور اللي ما بقيناش شفناه من مده كثيره، وان شاء الله بغيناهم يلعبوا على التشوني. انتم كشباب كيفاش كتجيكم هذه الكاس الافريقيه والمنتخب الوطني وانه يعني معاه غير اللاعبين كلهم اجانب ما كاينش لاعب وطني، وانتم كنبغي كيفاش وحنا من طبيعه الحال كنبغيوش لعابه من البطوله، مثلا افا سونتر جديده وليد ازارو بغيناه يكون حتى هو محاضر مع اللعابه، ولكن داك الشيء كيبقى اختيارات المدرب، ما نقدروش نقولوا نحكموا على شي حاجه اللي هو كيبقى الاختيار اللي هو. وكنتمناو ان شاء الله باش يدير التفاته للبطوله، شي كاين فيها لعابه زوينين وكاين دراري نقايله غادي يشرفوا الكره المغربيه. هذه كلماتي، وان شاء الله كنتمناو شي نتيجه تكون ايجابيه وديما ماروك وان شاء الله 2-0. بالنسبه كيفاش كتوقع هذه المقابله غادي تكون ديال الفريق الوطني مع المنتخب الكوت ديفوار ديالو؟ توقعت غادي تكون سيطره المنتخب المغربي ان شاء الله. صافي I'm sorry to be what you want.
الوطني على المنتخب الكوتيفواري والتأهل إلى الدور الربع النهائي. هنيئا الفريق الوطني غادي ناخذوا ارتسامات بعد الجماهير. ديما المغرب فرحونا المغرب شي جميل بزاف. كنشكروا المغرب وديما المغرب احنا فرحانين الفرح المطلق بانتصار الفريق الوطني المغربي وهانئا له، كنتمناو باش يحصل على الكاس الافريقيه وشكرا. اول انتصار جا في الاستحقاق وحنا كنا متشوقين لهذا الانتصار والحمد لله ديما المغرب. الحمد لله هذا الانتصار جا في ظرفيه صعيبه اللي كنا محتاجينها والحمد لله فيفتو ماروك وبون ايكيب وديما مغرب. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. وكنشكروا المنتخب المغربي وكنهنيو على هذا الرباح ديالو. كنشكروا المغرب كامل. كنشكروا اللعابه اللي فرحوا المغاربه 13 عام ما بقينا فرحنا وديما مغرب. اللعابه تقاتلوا فرحونا. الله يستر. هناك مدينة سيدي بنور أجواء الفرحة وأجواء البهجة بالفوز المنتخب الوطني المغربي على الكوتيفواري. ومدينة سيدي بنور كما الموضوع كتحتفل بهذا الانتصار الكبير هذا. ومرة أخرى كنهنيو الشعب المغربي والجمهور المغربي هنا من صدى المغرب كتواكب الحدث وهنيئا للفريق الوطني المغربي اليوم. احنا فرحانين بزاف لهذا الانتصار اللي جا عند جداره واستحقاق واللي تقاتلوا فيه اللعابه بكل صراحه وبينوا المجهودات ديالهم والكاريزما ديال المدرب وحتى التكتيك ديالو كان في المستوى. وكنتمناو المنتخب الوطني الا قدر الله واخا ما كناش غنتاهلوا كنا غادي نكونوا فرحانين حيت شفنا القتاليه في الملعب وشفنا الروح الوطنيه عند اللعابه. وكنتمناو المنتخب الوطني التالق في باقي المباريات ديالو بخصوص في الربع النهائي ان شاء الله وديما مغرب. شكرا.